اهلا بكم يا حبايب قلبي. معاكم فاطمه جايه لكم بفيديو جديد ومميز. يلا بينا نبدا ونشوف هنعمل ايه سوا. النهارده صحيت من الصبح، بدات كده ما كانش عندي حاجات كتير في البيت. انا يا دوبك يعني حاجات خفيفه كده. دخلت على المطبخ الاول عشان كان مكركب كده شويه، ما كانش فيه مواعين كتير بس كان مكركب شويه. دخلت شغلت اغاني عشان اتسلى كده، حتى كان كل شويه الصب يفصل واروح اشغله. مش عارفه كان بيفصل ليه. بدأت كده اغسل في المواعين. بصوا مطلع عيني. لو ما وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد انا بعمله والقناة تكبر بيكم. وما تنسوش تكتبوا لي تعليق حلو لو الفيديو عجبكم. بدأت كده اغسل في المواعين واروق في المطبخ. وبعدين عايزه اخد رايكم في حاجه يا بنات. انا كنت طالبه اوردر علشان اللي هو حليب الصويا ده. عايزه اللي جربه يقول لي رايه، ايه رايكم؟ تقول لي رايها فيه وهيجيب نتيجه ولا لا، عشان أنا طلبته ومش عارفه ايه اللي هيحصل. بدات كده بقى اغسل في المواعين، وكنت هنا عيالي كانوا مزهقين حواليا. وبعدين يوميها والله العظيم انا مصوره الفيديو ده اول امبارح، وانا حاسه اصلا ان اليوم ممسوح من دماغي، اللي هو انا بفتكر معاكم. كنت اصلا يوميها صاحيه كسلانه وما كانش ليا مزاج ان انا اعمل حاجه خالص، فقلت لا انا لو تنيت قاعده الشقه هتكركب. هو ما خلصها واحده واحده وفي ثانيه اكون مخلصاها، والله ما خدت معايا ساعه. يومها بقى ما قدرتش ان انا اعمل اكل، رحت جايه قليه بطاطس وعامله رز وسلطه وخلاص وعدينا اليوم. انا بقى لي اصلا كام يوم كسلانه خالص. هنا بقى كنت عامله مدمسه فول، وسمني الجو حر وكده، والله كنت حاطاه في التلاجة بس برضه باظ. عايز يتدمس ويتحط، يتعبى في كيس ويتحط في الفريزر على طول. لو عايزين طريقته اكتبوا لي في الكومنتات وانا اعمله معاكم في يوم. هنا بقى كانوا عيالي مزهقيني، فكنت بروح احشهم، كانوا بيبوظوا في الدنيا، كنت بروح احشهم وباجي. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان القناة تكبر بيكم، واكتبوا لي كومنت جميل، وما تنسوش الصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. البتاع ده بقى كان كل شويه يفصل مني، فكنت كل شويه اشغل فيه. وكنت بقى كنت انا اصلا لان انا لما كنت شغلت اغاني كنت احس الاغاني برضو كده بحس ان هي بتنشط الواحد. فقلت اسلي نفسي واشغل الاغاني جنبي وانا بغسل المواعين وبروق المطبخ كده. وديت الاشعه بتاعت ابني دراعه مكسور وبرضه مش عايز يقعد ساكت. عايزاكم اللي ما شافش الفيديو بتاع الجولة في الشقة يدخل يشوفه. وان شاء الله الفيديو اللي جاي بفكر ان انا انزل لكم فيديو المشتريات بتاعة الشهر، ونرتب اللي هو الاكل بتاع الشهر. انا بحب اكتب الاكل كله بتاع الشهر واعلقه على التلاجة عشان ما اقومش النهارده انا محتارة اعمل كذا، طب اعمل كذا، لا، اصحى ابص التلاجة مكتوب عليها يبقى النهارده الاكل. لو عايزيني انزل لكم الفكرة ديت قولولي واحنا نرتبها سوا. ان شاء الله على فكرة النهارده الخميس، الفيديو هينزل لكم الخميس. بفكر برضو بكرة ان شاء الله انزل اشتري المشتريات بتاعة الشهر وكده. فممكن اصور لكم، لو عرفت اصور هصور، ما عرفتش يبقى لما ارجع البيت هصور معاكم انا اشتريت ايه. انا عايشة في حيرة كل يوم. هصحى نطبخ ايه النهارده؟ حسيت ان انا طبخت كل حاجه في دماغي، الاكل كله خلاص اللي في دماغي، وانا ما بحبش اللي هو اقرر الاكل والكلام ده، بحس ان انا بزهق. فقلت لا، انا كنت على فكره من اول ما اتجوزت وانا بعمل كده، اكتب الاكل بتاع الشهر واعلقه على التلاجة كده احسن لي وما بزهقش. واصحى انا عارفه انا هعمل ايه. يعني هصحى مثلا النهارده هروق الشقه واطبخ، هغسل وعارفه انا هطبخ ايه، فكده احسن وراحه ليا. لان انا بزهق من كتر التفكير، بحس ان انا مخنوق.
فان شاء الله كده بكره هنزل اشتري المشتريات، وممكن ايه اصور معاكم ان شاء الله لو عرفت. ما عرفتش بقى لما ارجع البيت. عايزه انزل اشتري سمك يوم السبت، السوق بتاع الخضار، فبكره لو هنزل هشتري سمك، هشتري لحمه كده. انما يوم السبت ان شاء الله هنزل السوق اشتري الخضار وكده. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان القناه تكبر بيكم. صح يا روفا؟ قولي صح. سلمي يلا عليهم. قولي ازيكم يا جماعه. ازيكم يا جماعة. عاملين ايه؟ حمود حمود اهو، وادي حموده وصل. والخف. وهفتي، هفتي ايات هي كمان. كانوا قاعدين مزهقيني خالص صح. ينفع كده؟ ينفع نزهق ماما ما نسمعش كلامها؟ خلاص. شاطرة يا رح. تسمع كلام ماما؟ ها؟ شطورة. عشان ما اطلع برا عايزة تشتري ايه؟ بنات غزل بنات. ماما ماشي. تاخد التليفون ده. شاطرة وشطورة. حلوة وايه؟ أمور. وأمورة. ماما بطلق بابا ما تاخدش التليفون ده. شاطرة. واسمعي كلام بابا. شطورة. عايزكم بقى تقولي رأيكم في حليب الصويا، هيجيب نتيجة ولا مش هيجيب نتيجة؟ دفعت الفلوس على الفاضي. وكده وصلنا لنهاية الفيديو. باي.